السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض طبق كبدة جميل جدا. يعني بصي، حاجة خفيفة كده وسريعة. لو مش عايزة تعملي اكل تعبانة، عايزة حاجة سريعة حاجة خفيفة بتشتغلي، ده جاهز معاكي. هقولك ازاي يطلع حلو ولونه فاتح مش مسودة معاكي، وازاي نشيل الزفرة منها. معايا هنا نص كيلو كبدة مقطعها زي الشاورما كده شرايح طولية. انا بحب التقطيعة دي قوي. قطعيها زي ما تحبي، يعني مش هتفرق. حطها في مصفى، وحطها تحت المصفى علبة كده، عشان خاطر هنحط عليها معلقتين خل كبار كده، يعني قد ربع كوباية من الخل. ونبتدي نقلبها. ليه بقى؟ عشان بتطلع كل الدم اللي في الكبدة وكل الزفارة اللي في الكبدة. الكبدة ما بتتغسلش. الكبدة لو اتغسلت بتعمل بكتيريا كتير، ويعني وبتتزفر. انما كده هتنزل كل الزفارة وكل الدم الزيادة وكل حاجة من معلقتين الخل دول. تمام. شايفين لونها فتح ازاي؟ الدم ده هو اللي بيسود الكبدة وبيخليها لونها سودا كده وشكلها وحش. فلما الخل ينزل شايفين كمية الدم قد ايه، واللون ده اللي بقى اللي بيسود الكبدة وبيخلي لونها سودا وزفرة. تمام. تعال نشوف بقى الطريقة. معايا هنا طاسة او اي حاجة على النار، حطينا فيها شوية زيت حلوين، ونسيب الزيت يسخن كويس قوي. ونحط الكبدة ونسيبها بقى، ايه، ما نقلبهاش على طول. لو قلبناها هتنزل مية برضو، هتبقى زفرة. بعد ما اتشوحت من تحت كده نبتدي نقلبها. والكبدة من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا، يعني اسرع من سلق البيض يعني. فيعني حاجة جميلة جدا. نبتدي نقلب ونشوح بالشكل ده. هجيب هنا يعني فصين توم مفرومين، وهبتدي اوسع كده واحط التوم في الزيت كده وابتدي اشوحه بالشكل ده. ونقلبه بقى في الكبدة. احلى طبق كبدة ممكن تاكليه، سهل وسريع وخطواته سهلة، وما فيهوش اي حاجة خالص. بس ايه اهم حاجة؟ معلقتين الخل دول. هبتدي بقى احط بصل شرايح على الكبدة، وابتدي اقلب بقى لحد لما البصل يستوي، وخلاص على كده يبقى كده الكبدة بقت جاهزة معايا. انا من النوع ما بحبش طعم البصل يبقى ظاهر يعني. لما اكل البصل احسه مستوي، مش احسه ني. فهسيبه بقى لما يستوي. واحط كمان يعني زي ما تحبي فلفل بارد او فلفل حامي. انا حطيت فلفل حامي. تمام بالشكل ده كده. احلى طبق كبده والله العظيم. حطيت كمون، فلفل اسود، بحب الفلفل الاسود شويه فكترت. وهحط كزبره ناشفه وملح. دي كزبره ناشفه. وهنحط بقى ملح في الاخر وخلاص على كده. هي دي بهارات الايه الكبده اللي انا بحطها. طبعا اللي بتحبيه حطي، يعني بتحبي بهارات زياده حطي بهارات زياده، بس انا ما بحطش اكتر من كده عليها، عشان احس بطعم الكبده مش طعم بهارات. تمام بالشكل ده. طبق الكبده بقى جاهز معايا وسهل وسريع، ما خدش اي وقت خالص. قدمناه على اي حاجه خضرا بقى، بقدونس، كزبره خضرا، جرجير. انا حطيته على جرجير عشان ايه؟ عندي ناس ما بتحبش الخضره يعني، فعشان ناكله مع الجرجير كده يدي طعم ويبقى حلو. سلطه الطحينه بقى وسلطه خضرا ومخلل، وبألف هنا على قلبكم. يلا جربوها، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.